في عالم الدراجات الناريه ديما كاين تطور وتنافس بين الشركات على شكون غيصايب احسن موتور بقوه اكبر وديزاين جذاب وجوده عاليه وكلفه قليله. الدراجه اللي غنهضر عليها اليوم من فئه سبورت بايك ممنوعه في الطرقات، واول دراجه كتجينا بواحد المحرك اللي ما غتفهم فيه حتى وزه. طبعا الا تبعتي معايا غتفهم كيفاش كيخدم. الخد الدراجه اللي معنا اليوم سي ار 700 دبليو، اول دراجه مخصصه للسباق بهذا المحرك. بلاتي تشمل المحرك كدوي عليه محرك الروتوري انجن كيخدم بنفس الشكل ديال المحركات الاخرين، غير هذا المحرك ما كيحتاج لا بيستولات لا فيبروكان لا سوبا والو. اللي اختار هذا المحرك كيعرف غير الحياه البسيطه. المهم راه درت فيديو على كيفاش كيخدم المحرك، الا فهمتيه راك غير تشوف كيفاش كيخدم هذا المحرك غتعرف. محرك 699 سي سي، السرعه اللي كتفوت 320 كم في الساعه. وحيت الهيكل ديال هذه الدراجه مصنوع من الالومنيوم، تخيلوا ان الوزن ديالها وصلوه ل 129 كيلوغرام. ودابا عرفتوا علاش ممنوعه في الطرقات. باش نشرحها لكم ببساطه، بحال الا شديتي سي 50 ودرتي فيها المحرك ديال اش دو ار. هاي ما حنانو فيها الفرانات ديسك من شركه بريمبو، الجوانط من الكربون، الصويت فيها في شكال ما كاينش بحالو، وكتزيد مزيان فاش كتوصل السرعه فوق 300 كم في الساعه. الدراجه مصنوع منها غير 25 حبه، هادشي اللي كيخلي الثمن ديالها يكون خيالي. بلاتي نحاول نقراها 95 الف جنيه استرليني اللي هو 117 الف دولار امريكي. المهم نساو بزاف ديال الفلوس وصافي تهلاو. ديروا ابينو